ويحكي الأثر عن جامع له في قلوب المصريين أثر. ده جامع كبير وملوش نظير في ميدان شهير على اسمه. وفي حلقتنا النهاردة عنه هيقول التاريخ كلمته في جمال عمارته وروعة فنه. وله مئذنة أعجب ما فيها شكلها، وفي مصر كلها ملهاش زي، لكن في روعة التصميم وفن العمارة ليها بصمة وعلامة مسجلة. ويحكي التاريخ ياما عنه مع إنه لسه شباب بزخرفه وفنه. وشوف قد إيه من سنين كتير فاتوا صلوا آلاف فيه وماتوا، لكنه ويا الزمن باقي بدعاء الصالحين وبإيدين البنايين المخلصين. ومهما يمر الزمن هيفضل رمز إسلامي وعنوان لكل المصريين. وفي رحلة مصرية أثرية هنشوف فن العمارة الإسلامية وجمال الفنون في جامع أحمد بن طولون. يعتبر جامع أحمد بن طولون من أشهر الجوامع اللي اتبنت في مصر ومن أجملها من حيث التخطيط وإتقان الصنعة. كما يعد مسجد أحمد بن طولون درة المساجد الأثرية، فهو يمثل نموذجا فريدا في العمارة الإسلامية والرمز الأشهر لعاصمة مصر الإسلامية القطائع، وهو أيضا تاج العصر الطولوني وواحد من أكبر المساجد الجامعة في مصر. فبدأ البناء فيه عام 263 هجريا 876 ميلاديا، واكتمل بناؤه عام 265 هجريا 879 ميلاديا. ووفقا لما جاء باللوحة التذكارية البازلتية والتي هي عبارة عن نص تأسيسي يبدأ بالبسملة وبعض الآيات القرآنية والمثبتة على إحدى دعامات إيوان القبلة بالمسجد. وقد شيد أحمد بن طولون مسجده على مساحة كبيرة تبلغ 6 أفدنة ونصف فوق جبل يشكر بوسط مدينته الجديدة القطائع، وقد عرف بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة يشكر بن جزيل من عرب الشام. وقدامنا هنلاقي باب المسجد الرئيسي اللي بندخل منه على صحن الجامع، ده غير أبوابه التانية الكتيرة، منها اللي بيفتح على إيوان القبلة من الجانبين والباقي على الإيوان المواجه للقبلة، ده غير الباب المجاور للمنبر. وباقي الأبواب تفتح على الإيوانين الجانبيين، يعني من أي مكان هتدخل الجامع الكبير. يبلغ طول جامع أحمد بن طولون 138 مترا وعرضه 118 مترا تقريبا. يحيط به من 3 جهات، البحرية والغربية والقبلية، 3 زيادات عرض كل منها 19 متر. يتوسط المسجد صحن كبير مكشوف ومربع طول ضلعه 92 متر، تحيط به 4 آيونات من الجهات ال4، أكبرها وأعمقها إيوان القبلة الذي ينقسم إلى 5 أروقة يفصل بينهم 5 بوائك موازية لجدار القبلة. ويعد جامع أحمد بن طولون ثالث الجوامع بمصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر الذي زال بزوال مدينة العسكر التي كانت تشغل حي زين العابدين حاليا. حكايتنا النهاردة عن جامع أحمد بن طولون الذي أقامه عام 263 هجريا وأنفق على بنائه 120 ألف دينار في ذلك الوقت. ومما يذكر تاريخيا أنه قد اهتم كثيرا بالأمور الهندسية في بناء المسجد، وخاصة عند بناء مئذنة المسجد والتي تعتبر أقدم مئذنة موجودة في مصر،
كما يعد مسجد أحمد بن طولون المسجد الوحيد بمصر الذي غلب عليه طراز سمراء حيث المئذنة الملوية المدرجة. كما أمر أحمد بن طولون عند بنائه للجامع بصناعة ساعة من خلال إقامة قبة فيها فتحات صغيرة على عدد ساعات الليل والنهار وفتحها، فإذا مرت ساعة انغلقت الفتحة التي هي لتلك الساعة، وهكذا. ده غير أنه في معلومة تانية مهمة، وهي أنه في عهد الأيوبيين أصبح جامع ابن طولون جامعة تدرس فيه المذاهب الفقهية الأربعة وكذلك الحديث والطب إلى جانب تعليم الأيتام. وجدير بالذكر أن جامع ابن طولون يعتبر أقدم جامع احتفظ بتخطيطه وكثير من تفاصيله المعمارية الأصلية، والتي كانت على يد مهندسه القبطي سعيد بن كاتب الفرغاني الذي بني جامع أحمد بن طولون، وكان ليس له نظير في ذلك الوقت. والتاريخ يذكر لنا أيضا أن طولون الأب هو أحد المماليك الأتراك الذين أهداهم عامل بخاري إلى الخليفة المأمون وخدم في البلاط العباسي حتى بلغ مصاف الأمراء، ونشأ ابنه أحمد بن طولون نشأة الأمراء، فلما تولى باكباك إمارة مصر من قبل الخليفة العباسي أناب أحمد عنه في ولايتها، فقدم إليها سنة 254 هجريا 868 ميلاديا، وأخذ أحمد بن طولون بعد ذلك يوسع في نفوذه حتى شمل سلطانه كل أنحاء مصر. تمت الإصلاحات في هذا الجامع عدة مرات، كما امتدت إليه يد التدمير والخراب في فترات من عصوره المختلفة. لكن كان أهم إصلاح أدخل على الجامع هو ذلك الذي قام به السلطان حسام الدين لاجين سنة 696 هجريا 1296 ميلاديا. فقد أنشأ السلطان لاجين القبة المقامة وسط الصحن عوضا عن القبة التي شيدها الخليفة الفاطمي العزيز بالله سنة 385 هجريا 995 ميلاديا، والتي كان قد أقامها بدلا من القبة الأصلية التي احترقت سنة 376 هجريا 986 ميلاديا. ويتوسط جدار القبلة المحراب الكبير الذي لم يبقى من معالمه الأصلية سوى تجويفه والأعمدة الرخامية التي تكتنفه، وأعلى الجزء الواقع أمام المحراب قبة صغيرة من الخشب بدائرها شبابيك جصية مفرغة محلاة بالزجاج الملون. وبجانب المحراب منبر أنشأه السلطان لاجين أيضا، وحل محل المنبر الأصلي، وهو مصنوع من الخشب المجمع على هيئة أشكال هندسية تحصر بينها حشوات. ده غير دكة المبلغ من أجمل ما يكون، لكن الأجمل صوت المبلغ اللي بيقف عليها ويردد ورا الأذان: الله أكبر الله أكبر. وفي رحلة مصرية غير عادية شفنا فيها جامع كبير وله تاريخ وواسع في المساحة. ولأن الفكرة في برنامجنا رحلة مصرية مش بس مجرد زيارة، لكن منارة للفكر ومعلومة لجمال فن العمارة، كان معكم مصري في برنامج رحلة مصرية.